اتكلمنا عن الريتينول كتير جدا وازاي نستخدمه، بس ايه بقى هي افضل المنتجات للريتينول؟ هكلمكم على منتجات ذا اوردينري. وليه؟ لانه عامل 6 منتجات بتركيزات مختلفه، اعرف اتحرك فيها براحتي وابدا بالتركيز القليل وافضل اعلى بيه لحد ما اوصل للتركيز المناسب لبشرتي. هقسمهم لحاجتين: منتجات تستخدم لكل انواع البشره هيبقوا 3، هما الريتينول انسكوالين تركيز 0.2 وتركيز نص وتركيز 1%. طيب ليه هما تركيزات؟ علشان انا في الاول هبدا بالتركيز القليل زي ما قلت لكم اللي هو ال 0.2، وكمان هفضل استخدمه ديجراديه بالراحه مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع وهكذا، وبعد شهر او شهر ونص ابدا اوصل للتركيز اللي اعلى ال 0.5، وممكن افضل عنده وممكن بعد شهرين استخدم التركيز الاعلى. كمان حاجه، لو انا اصلا بشرتي ما فيش فيها مشاكل ولا عيوب ولا تصبغات وعايزه بس نضاره، ممكن استخدم التركيز القليل وافضل امشي عليه لمده وبعد كده ابطله وخلاص. الجزء الثاني من المنتجات 3 ميزتهم ان هم يستخدموا للبشره الجافه الحساسه. عارفين يعني ايه ريتينول للبشره الجافه والحساسه؟ دي معجزه. المره دي الريتينول ده محطوط في دليفري سيستم او في طريقه توصيل للبشره بيهدي جدا من الالتهاب ومن الاحمرار، حاجه اسمها جران اكتف. في جران اكتف بيكون انكابسوليتد ريتينول وده بيكون ايمولشن، وده هايل للبشره الحساسه لانه هنا في كذا خاصيه: اولا جران اكتف، ثانيا ان هو بيكون ايمولشن فبيكون كريمي مش اويلي الناس اللي بتحب الحاجه كريمي، وكمان انكابسوليتد وده اللي بيخلي زي ما احنا بنقول سلو، يعني هيطلع الريتينول من المنتج ده اصلا بالراحه، فبالتالي مفيش التهاب مفيش احمرار. تاني منتجين هما الجران اكتف انسكوالين ال 2% وال 5%. جران اكتف يعني هيقلل التهاب واحمرار، وكمان انسكوالين يعني هيبقى فيه ترطيب عالي، هيبقى مناسب لاصحاب البشره الجافه. هنستخدم 2% في الاول لحد ما نحصل توليرنس او نعود البشره عليه، وبعد كده نعلى بالتركيز الخمسه. في فيديو كامل انا قايله لكم ازاي تستخدموا الريتينول لو اند سلو والسان سكرين وكل ده، شوفوه قبل ما تستخدموا المنتجات دي وان شاء الله يجيب نتيجه معاكم. اشوفكم في فيديو جديد.